السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل أكلة من التراث الفلسطيني القديم، جديدة وغريبة وإن شاء الله تعجبكم. هي عبارة عن عدس بجبة. هتجيبي مج عدس بجبة تحطيه في النار يغلي، وتكوني جايبة رمان، كيلو رمان طبعا مفصصاه ونقعاه في المية، تشيلي الأبيض اللي فيه وتضربيه في الخلاط وبعد كده تصفيه. المية اللي تفضل منه طبعا انتي هتضيفي عليها مج من الدقيق عشان يتخنها، وهتضيفي 3 معالق من الطحينة هتحطيها عليهم وتقلبي وتستني لما العدس يغلي معاكي. تكوني محضرة مع العدس حوالي ثمرتين 2 أو 3 متوسطين من البتنجان الأسود، تحطيهم في العدس أبو جبة أو العدس البني يستووا معاهم. طبعا انت هنا مش هتضيفي عصير الرمان خالص غير لما العدس يستوي معاكي والبتنجان يستوي. في الوقت ده احنا طبعا حضرنا عصير الرمان، ده من الحاجات اللي بتستخدمي فيها عصير الرمان وليه قيمة غذائية عالية جدا. هتحضري بعد كده، هتجيبي 4-5 فصوص توم، وهتجيبي حبتين فلفل اخضر طحناهم، وهتتبلي التتبيلة كلها نص معلقة ملح، وهتضربيها وتنزلي بيها على الخليط بتاع البتنجان والعدس. دي بتديها مزازة وبتديها طعم زي الدقة، التتبيلة بتاعتها تغلي وتستوي فيها. عند ما تبدأ تستوي هتقومي نازلة بعصير الرمان اللي انتي خلطاه بالدقيق وخلطاه بالطحينة. طبعا الأكلة دي فعلا أكلة تراثية وجميلة وكلها قيمة غذائية عالية بشكل غير عادي، ومش مكلفة، موفرة جدا، وتجيب معاكي كمية كبيرة جدا. يعني اللي يجي عايز يوفر هيعرف يوفر منها. وبعد كده احنا هنعمل التقلية بتاعة الرمانية. هنجيب ثمرة بصل وهنقطعها قطع صغيرة ونحمرها على النار لغاية ما توصل للون البني دهوت. وبعد كده هننزل على الرمانية بيها بس في الاخر خالص، مش دلوقتي، احنا عملناها حضرناها وركناها. هنلاقي في الوقت دهوت ان العدس خلاص، الحباية بصوا بنختبرها، اول ما الحباية تستوي ونشوف البتنجان كمان استوى نقوم عاملين ايه، ننزل بعصير الرمان عليه. خلاص كده اختبرنا البتنجانية استوت اهي، والعدساية استوت، والمية قلت بتاعته اللي كنا سلقينها فيه. هنقلب نتيجة ان الدقيق هيكون رقد في القعر، وهنقوم نازلين بعصير الرمان المحطوط عليه الطحينة ومحطوط عليه الايه، الدقيق. نقلب فيهم ونسيبهم لغاية ما يأثروا على النار، يفضلوا يغلوا. الرمان اللي كان عندنا كان مسكر، واحنا طبيعة الاكلة دي لازم تبقى مززة، فحطيت لها نص معلقة ملح ليمون تديها مزازة. في الوقت ده انا بقى هتبل الرمانية، هتبلها، هحط معلقة ملح. طبعا انا ما كنتش حاطه معلقة الملح كاملة، معلقة ملح صغيرة بتحتاج هي ملح. وتقومي حاطه عليها، بتحبي الكمون قوي قوي قوي، تحطي عليها معلقة كبيرة كمون. وتجيبي البصل اللي انتي عملتيه، بصي قوام الرمانية عامل ازاي، تقل ازاي، تنزلي عليها بالبصل، تقومي مقلبة فيها. وادي الكمون حطيتيه، مش بتحتاج حاجة تاني، ما بتحتاجش اي توابل تاني. خلاص كده جهزت معانا على الايه، التقديم، وتقلت وبقت حلوة، وكل ما بتقعد بتتقل معاكي وبتدي طعم جميل وقيمة غذائية عالية. وعندنا العدس ابو جبة او العدس الاسمر ملوش استخدامات عندنا كتير، ده من ضمن الاستخدامات بتاعته. والرمان اللي تعودنا عليه ان احنا بناكله كفاكهة، لا بصي ليه استخدام تاني عند الفلسطينيين، وقدمناها ولا اروع ولا اجمل من كده. نستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.